لو عملتي الحركة دي في الحوض مش هتحتاجي سباك طول السنة. بجد فكرة عبقرية جدا ومتوفرة في كل بيت، هتعمليها ومش هتحتاجي سباك طول السنة. شفتوا الفرق؟ الفيديو مليان افكار حلوة جدا، تابعوني للاخر وما تنسوش اللايك يا حلوين. يلا بقى اعملي لايك منشن وشير وصلي على النبي في الكومنتات، وكمان يلا بينا نبدأ الفكرة الاولى. اول فكرة معانا لما تيجي تصفي المكرونة، طبعا كلنا بنحب المكرونة، لما نيجي نصفي المكرونة اوعي تصفيها بالطريقة دي. هقول لك طريقة حلوة جدا تصفي بيها. هتجيبي المصفى وتحطيها في قلب الحلة كده وهتصفي المكرونه بكل سهوله. شفتوا؟ مفيش اسهل من كده. تاني فكره معانا بقى، لو السجاد عندك بيتزحلق، طبعا السجاد ده من النوع اللي بيتزحلق او في سجاد كتير بيتزحلق، هتجيبي استرتش رول لو متوفر عندك وتحطي قطعه منه كده تحت السجاده من كل الجوانب او في المنطقه اللي انت حاسه ان السجاده بتتزحلق فيها. عايزه اقول لك بجد السجاده هتكون متينه جدا، كأن يعني سجاده تقيله قوي حطها على السيراميك، وهتثبت جدا على السيراميك. جربيها وهتدعي لي. ما تنسيش اللايك بقى لو انت موجوده عندي لحد دلوقتي. السمك بقى يا جماعه جربوا الحركه دي. حطي كده نص ليمونه مع السمك وانت بتقليه. عايزه اقول لك مش هيخلي ريحه زفره في البيت خالص، كمان هيدي مزازه كده للسمك. جربيها بجد وهتدعي لي، وكمان هيحافظ على الزيت حلو جدا. ورشي كده شويه فلفل اسمر مع ملح وانت بتعملي السمك، بجد هيفرق في الطعم جدا. هاتي حته كده من السلك وحطيها كده في الحوض وانت هترتاحي من مشكله كبيره جدا هقول لك عليها دلوقتي. هاتي كده قطعه من السلك كده وحطيها في المكان ده واغسلي الاطباق عادي جدا خالص. عايزه اقول لك لما تخلصي بقى غسيل المواعين هتلاقي حته السلك دي امتصت كل الحاجات اللي موجوده فيها الاطباق، وبجد هتريحك جدا وهتحافظ على الحوض بتاعك. الفكره اللي بعد كده بقى هتدعوا لي ليها، لو ما تيجي تصفي الزيت مش تصفيه خالص بالمصفى دي، هينزل كده بالشكل الوحش ده. هتجيبي حته قطنه كده وتحطيها في الزيت، وقصدي هتحطيها في المصفى، وبعد كده هتصفي الزيت عادي خالص واعصري القطنه كويس جدا. عايزه اقول لك الزيت هيكون صافي خالص كانك لسه مستخدماه. الفكره دي بقى حلوه جدا لو الحوض بتاعك بالشكل ده ومش عارفه بقى تعمليه خالص ومكتوم كده من جوه مش من بره. هتجيبي كده ازازه كوكاكولا عندك وتحطمليها كلها ميه، وكانك كده بتعملي مضخه كده للحوض من جوه. هتعملي كده مره واتنين وتلاته. عايزه اقولك الحوض هيسلك او هيكون سلكان كده في دقايق معدوده ومش هتحتاجي سباك خالص. وبجد فكره حلوه خالص، هتسلكلك الحوض من جوه، يعني من جوه كده هيكون سالك خالص. وبجد فكرة عبقرية، جربوها ان شاء الله كده وهتنفعكم جدا في المطبخ. طيب لو الحوض كده مكتوم خالص كده هتعملي ايه؟ هتروحي جايبه المصفى كده اللي بره دي وتحطي كوبايه كده او نص كوبايه من الكلور، وهتشيلي كل الشوايب اللي موجوده جوه. هتلاقي حاجات كتير جدا يا جماعه، وهتغسليه كويس جدا. وبصوا انا لقيت نوايه بلح اهي. وبرده دي الفكره دي حلوه جدا، ان الحوض بتاعك الميه تنزل كده فيه بسهوله خالص. واهم حاجه نضفه من جوه، بجد هيفرق جدا في غسيل المواعين. اللي منساش يعمل لايك بقى يعمل دلوقتي وشير ومتابعه. لو انت بقى عندك المكنه دي بتاعت جوزك وبردت خالص وفيها حاجات مش حلوه، انت بقى هتجيبي قطعه كده من ورق الالومنيوم وهتمشيها كده بالراحه وخلي بالك من ايدك. عايزه اقول لك المكنه هتبقى جديده زي ما هي وهتحمى اكتر، وبس اهم حاجه تخلي بالك من ايدك وانت بتعمليها. فكره جميله جدا، جربوها بجد هتعجبكم. هاتوا الفرشه دي وبجد هتبقى حلوه جدا وهتبقى احلى من الاول بكتير. بصوا شكلها زي ما يكون جديده. اخر فكره معانا بقى دي فكره الشتاء، بس ما تنسوش اللايك يا جماعه، بجد بتعب جدا في الفيديوهات. لو الهدوم كده منديه معاكي او فيها شويه ميه، هاتي فوطه ناشفه وحطيها في الغساله. عايزه اقول لك ان الهدوم هتطلع كده في تاني غسله، يعني اعملي عليها دوره تنشيف، هتطلع كده ناشفه خالص، وممكن تلبسيها كده نص ساعه كده وتلبسيها. لو عجبتكم الافكار ما تنسوش اللايك والشير ومتابعه يا حلوين. والله السلام عليكم.